آية الكرسي. وما أدراك ما آية الكرسي؟ أعظم آية في القرآن. من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. إذا مات بعدها على الجنة. رواه النسائي. آية الكرسي من قرأها عندما يأوي إلى فراشه لم يقربه شيطان حتى يصبح. من قرأها عند خروجه من البيت لم يصبه شيطان. من قرأها 12 مرة في كل يوم رزقه الله من حيث لا يحتسب، وأذهب عنه الحسد، وأذهب عنه السحر. آية ليس لها مثيل أبدا. رسالتي إليكم اليوم دبر كل صلاة إياك أن تترك آية الكرسي. عندما تأوي إلى فراشك إياك أن تترك آية الكرسي. مجرد ما تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه اقرأ آية الكرسي. عندما تخرج من البيت آية الكرسي. لما بيصير بالبلد شي شوشرة تمسك القبلة وبتقرأ عليها آية الكرسي. تبدأ من القبلة بتتم عم تقرأ آية الكرسي هيك لتنتهي بالقبلة. يحصن الله بيتك من كل أذى ومن كل شر. رسالتي إليكم اقرأوا القرآن. البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالقبر. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا. صعبة عليك؟ أول شيء آية الكرسي صعبة عليك؟ أنتوا حافظين آية الكرسي؟ نعم إن شاء الله. دوركم 1 2. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 5 مرات بعد الصلوات. بعد الوتر 6. يبقى عليك لما بتخرج من البيت تقرأها 7. لما تؤوي إلى فراشك تقرأها 8. شو بيبقى لي رقم 12؟ 4. اقرأها مرتين بعد كل صلاة. صاروا 12 مرة. هيدأني تأمرني الدائم. هيدأني. إذا ما بيجيك الرزق والبركة في الوقت وزوال الخلافات بينك وبين زوجتك وذهاب السحر عنك والحسد، يا شباب انتوا على خير إن فعلتموه حتدعوا لي بكرة لما بموت. الله يبارك فيك. إني أنا نصحتكم هذه النصيحة. نصيحتي إليكم هل تعملون بها؟ نعم إن شاء الله. نعم إن شاء الله. اللهم سدد خطانا. آمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. آمين. اللهم اجعلنا من حملة كتابك. آمين. وقراءة سورة البقرة. آمين. وآية الكرسي. آمين. بحق اسمك الأعظم. آمين. وحرمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسر الفاتحة.